السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة لاخواتي وحبايبي اللي حابين يوفروا في العمرة وحابين يروحوا كده ويرجعوا بالسلامة ان شاء الله. مش هتفرق بقى معاهم اكل، مش هتفرق معاهم مشتريات، قد ما هيفرق معاهم ان هم يروحوا يقدوا مناسك العمرة ويحسوا بروحانيات ويقعدوا كده ويهدوا اعصابهم ويرتاحوا. ربنا ينولها لكم وينولها لكل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. كنت عامله فيديو قبل كده وبتكلم فيه ان انت ازاي هتروحي وترجعي من غير ما تصرفي ولا ريال وتحافظي على ميزانيتك لو انت الظروف بتاعتك كده اساسا ململمه تمن العمره بالعافيه. فطلعت ناس قالت لا ده كده بخل، ده انت هتطلعيها مره في العمر يا عالم هتطلعيها ولا لا، فمش مشكله لو استلفت او اتدينت. فالنهارده ان شاء الله كده هنتكلم مع بعض، هقولك ازاي تطلعي اساسا العمره وترجعي من غير ما تصرفي ولا ريال. مش بخل ولكن تقديرا لظروفك. لو انت الدنيا معاكي ململمه تمن العمره بالعافيه، وممكن كمان يكون لسه عليكي اقساط من تمن العمره، فبتقولي هلمها كده وخلاص والم الدنيا على قد ما هقدر، وان شاء الله باذن الله تستفادي من الفيديو. مبدئيا كده حطي لايك للفيديو علشان الكل يستفاد، ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول شيء ده يا جماعة الخير، وبأكد مرة واتنين وتلاتة، ما بيكونش بخل، بس مراعاة للظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، مراعاة لفرق العملة اللي بصي بتبقى يعني الدنيا. انتوا حضراتكم عارفين طبعا فرق العملة فرق قد ايه في كل حاجة انت تشتريها. فدي هتكون يعني صعبة عليكي جدا لما تقعدي تحسبي فرق العملة. الناس اللي قالت اللي الفرد على الأقل خالص يكون مصاريفه 1000 ريال، فحابة أقولك إن أنت ممكن تصرفي أقل من كده بكتير، وممكن تروحي وترجعي من غير ما تصرفي أي شيء خالص على الأكل وعلى الشرب، وأنت معززة ومكرمة. لأن في هناك وجبات سبيل وكل شيء، ولكن في ناس بتكون مش مستحقة، عاملين زحام شديد هناك. وبصي أنا ما أرضهاش لأي حد، أنا عندي تاكلي عيش ناشف كده بتاعك تكون أنت جايباه، ولا انكيش انتي مرضلكيش الاهانه للناس هناك. يعني كتر الف خير وجزاهم الله كل خير الناس اللي عامله وجبات وبتوزعها هناك كده، يعني لله او كصدقه او بنيه اي شيء. ولكن في ناس وفي جنسيات معينه بيبقوا يعني بيضطروا الناس دي تعامل الناس بطريقه مش اللي هي يعني. ف الحاجه جات لك لحد عندك وانت قاعده في بيتك، وانت قاعده في مكانك اللي انت قاعده فيه اللي هو في الساحه بره او كده، وانت ماشيه في الشارع، اهلا وسهلا ورحبي بيها، لان هو بيبقى نفسه ياخد الاجر، او هو بيبقى محتاج ان انت تاخديها منه. فما تقوليش لحد لا، انما تقفي كده في الطابور وفي الناس دي يعني مع الناس دي. ما انصحش اي حد، وما انصحش بصي اي جنسيه ان هي تقف هناك علشان بس وجبه طعام فيها اهانه او فيها اي شيء. فيلا بينا كده ندخل في تفاصيل الفيديو. مبدئيا كده يا بنات، حضرتك لو انت بتجهزي شنطه العمره ما تنسيش تاخدي معاكي حبه نواشف. اخواتي تاني هنبه اهو وهنوه، علشان الاكل هناك برضو لو اخدت لحوم كتير بتبوظ معاكي وبتترمي. طب انا يا مراوده متعوده ان انا اكل لحوم، او ان انا مثلا حتى لو كل يومين كده اكل وجبه علشان خاطر تقويني وتخليني اقدر ان انا اادي مناسك العمره. انا هقولك ان انا معاكي انا كمان في نفس الفكره، لاني العمرة مجهود، ومروحك ومجيك للحرم ده برضو مجهود، وبتبذلي مجهود هناك، بتمشي كتير، ما بتشبعيش نوم. لان هي دي خلينا نتفق كده مع بعض ان هي رحلة ايمانية. رحلة ايمانية يعني انت رايحة كده يعني في خلوة كده مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني تصحي من احلاها نومة وتروحي وتجري على الحرم وتصلي وترجعي وتنامي حبة كده، كل وقتك هيبقى جري في جري وكله خالص للعبادة. فالحاجات دي كلها المشقة دي تبقى عايزه على الاقل لقمه كده تسند قلبك زي ما بيقولوا كده بالعاميه علشان تقدري تكملي. هقول لك برضو في الفيديو ده لو حضرتك طبعا هتبقى طالعه الظروف يعني فاكيد الغرفه اللي حضرتك طالعه معاها، او عفوا الشركه اللي حضرتك هتكوني طالعه معاها تكون عاملاكي او حطاكي في وسط 4 غرفه رباعيه او غرفه خماسيه، ما بتكونش اقل من كده. تمام. طب التلاجة ايه ظروفها؟ اعتبر نفسك مفيش تلاجة قبل ما تسافري. لو انت طالعه العمره بسعر اللي هو يعني سعر رخيص شويه، او عمره اقتصاديه، مش مشكله، اعتبري نفسك ان مفيش تلاجة، لان هي فعلا مسمى تلاجة ولكن هي مفيش تلاجة. طب هنعمل ايه؟ هقولك خدي معاكي كيلو كفته، او خدي معاكي اللي هو اول شيء خالص السخان الكهربائي. ده خديه معاكي، اللي انا عملت فيديو عليه من يومين، ارجعي للفيديو هتشوفيه معاكي. ده بيبقى مثلا 1000 واط 1500 واط، يعني حاجاته كده بسيطه. خدي معاكي طاسه، خدي معاكي معلقه، خدي معاكي
حاجات مستويه يا دوبك ان حطيتيها كده على رف التلاجة او خدت كده يعني جنب، يكون لها التلاجة 50 سنتي، فلو كل واحد في حضراتكم في الغرفه اخد رف خلاص هي خلصت. حاولي الحاجات اللي انت هتاخديها معاكي ما تاخدش مكان اصلا في التلاجة، ما تحتاجش ان هي تتحط في التلاجة. لو حابه، ودي نصيحتي لاي حد، هاتي لو هتقعدي 15 يوم هاتي 2 كيلو لحمه من الجزار او كيلو ونص او كيلو على حسب امكانياتك، وهاتي معاها ان شاء الله نص كيلو دهن، نص كيلو دهن. سوي اللحمه في قلب الدهن، سيحي الاول كده، قطعي الدهن مكعبات صغيره، مش هحط سمنه ومش هحط زيت، مش هحط سمنه بلدي. الناس اللي عملت اللحمه بسمنه بلدي واترمت بس معاها على بال ما وصلت للسعوديه كانت ريحتها ضربت في المكان كله، واتشالت كده بشنطتها واترمت، عشان السمنه البلدي بيكون فيها لبن، فيها سوائل غير الدهون، الماده الدهنيه اصلا. فلو عايزه اللحمه بتاعتك تعيش معاكي، دي نصيحه لاي حد، قطعي الدهن مكعبات صغيره، وهاتي نص كيلو دهن وقطعيه مكعبات صغيره، ووطي النار جدا عليه لحد لما يسلق كل الماده الدهنيه اللي فيه، وتروحي بقى ساقطه في قلبها اللحمه. اول ما تنزلي اللحمه روحي معليه النار عشان تدي اللحمه كده صدمه وتشوحيها، تنك تشوحي كده بتاع دقيقتين 3، وبعد كده توطي النار جدا على اللحمه. اللحمه نفسها فيها ميه، لازم توطي اللحمه دي، لو ما نزلتش السوائل اللي فيها والميه اللي فيها هتنتن معاكي وهتبوظ وهتترمي، يبقى انت رميتي فلوسك على الارض. وطي جدا، سيبي اللحمه كده على النار لمده نص ساعه، ساعه الا ربع، وانت موطيه عليها، هتبك كل الميه اللي فيها طبعا، وانت هتكوني مغطيه الحله. بعد كده بعد نص ساعه وساعه الا ربع هتبص تلاقي كميه السوائل زادت قوي في الحله، روحي شايله الغطا من على الحله ومعليه النار، خلي النار متوسطه، وايدك في التقليب. بتعملي حاجه بره المطبخ تنك راحه جايه عليها وقلبي، هتبص تلاقي بعد مده كده اللحمه نفسها، البخار ده الميه اللي اللحمه نزلتها اتحول لبخار وخرج من اللحمه، هتبص تلاقي اللحمه عايمه في الدهنه اللي انت حطاها لاول مره. واخده بالك معايا؟ ركزي بالله عليك علشان ما ترميش اللحمه او ما ترميش الحاجه بتاعتك وتنتي، لان انت هتبقي نفسك كده في حته نسيره منها لما توصلي. بعد كده بقى في النهايه خالص روحي بقى حاطه معلقه كبيره ملح ونص معلقه كبيره فلفل اسود، لازم تملحيها كويس قبل ما تمشي وتحطي بس فلفل اسود، هي دي الماده الحافظه. بس زياده عن كده ولا هتحطي ولا هتقلي، هتعلي النار وبعد كده هتوطي وبعد كده هتعلي علشان اللحمه الميه اللي نزلتها تتحول لبخار وتمشي، وبعد كده سيبيها تستوي كده في الدهنه بتاعتها، هي الدهنه بس. بعد كده لما تبرد معاكي شويه اللحمه تستحمل ان هي تتحط في برطمان ازاز او بلاستيك، وانا افضل البلاستيك نوع نظيف، وروحي قافلاه، دي هتقعد معاكي بره التلاجة، بره التلاجة هتوفر معاكي كتير جدا. لو بتاكلي بروتين خدي بقى معاكي علب تونه، اعملي قراقيش، اخبزي قراقيش كده اللي هي مش القرص الطريه، عشان القرص الطريه بيكون فيها خميره عاليه ولبن فبتعفن لو اتحطت بره التلاجة. ركزي في كلامي كويس، انت هتاخدي ايه؟ القراقيش الناشفه اللي بتتحط في علبه بلاستيك وتتحط كده على الرخامه، تفضلي يعني القراقيش دي لو اتعرت اساسا هتطرى وهتعفن، فهي يعني علاجها ان هي تتحط في مكان مقفول او في حاجه مقفوله، علبه محكمه الغلق. اعملي حبه قراقيش، خدي معاكي المشروبات اللي بتشربيها، شاي بلبن ايا كان، اي شيء انت بتحبيه الصبح بتشربيه، وتاكلي قرقشتين. العيش هناك كتير، لو انت مثلا عايزه تخصصي جزء كده مثلا للحاجات الخفيفه، فانا انصحك لو انت فرد لوحدك طالع هاتي عيش من هناك الكيس بريال او بريال ونص، ما شاء الله في كام رغيفه، يعني هيكفيكي وجبتين مش وجبه واحده. وهتفطري خدي معاكي بقى الجبن بتاعتك اللي انت بتحبيها، خدي معاكي كل شيء. باكت البيض هناك برضو سعره مش غالي لو حابه انت بتحبي البيض. خدي معاكي لانشون، خدي معاكي اي نوع انت بتحبيه من المعلبات، خدي معاكي تونه كتير، خدي معاكي حتى ناس كانت في ناس بتاخد الانشوجه، خديها معاكي لو بتحبيها هي مش غلط. الجبنه القديمه خدي معاكي عسل اسود، عسل ابيض، طحينه، حلاوه طحينيه. حاجات المعلبات دي والنواشف دي هتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. وعودي نفسك تاكلي قبل ما تخرجي للصلاه او قبل ما تخرجي للفرض، لو هتقعدي مثلا فردين مع بعض في الحرم كلي كويس، وخدي معاكي بكون بسكويت كده، او خدي يعني وانت في الشنطه اللي هتكوني رايحه بيها الحرم دي كده، لو حسيتي بجوع ماء زمزم، خدي معاكي كده كام تمرايه في الشنطه، الحاجات دي هتساعد ان انت ما تصرفيش كتير. اما بقى اللي بيسميه بخل، والله حضرتك هو مش بخل، لو في امكانيه ان انت تشتري اكل كمان، عايزه اقولك ان انت ما تاكليش اي حاجه من هناك. ليه؟ مش عشان اكلهم وحش، لا، عشان في مطاعم هناك ليها اكل معين،
ببهارات معينه. ممكن تاكلي الوجبه وبطنك توجعك لان انت اصلا معدتك مش متعوده على طعم التوابل دي او على نوع البهارات المعين اللي هما بيحطوه فيها. فخليكي حريصه على نفسك لان انت رايحه 15 يوم او 10 ايام رحله ايمانيه زي ما قلت لك، فما تديش فرصه لبطنك ان هي توجعك. بيبقى نصيب وبيبقى كل حاجه، ممكن تاكلي اكل من بيتك بيبقى، بس على الاقل عفوا على الاقل مش هتبقي قرفانه او مش هتبقي ايه، فاهمه انت لما بتبقي واكله حاجه كده غصب عنك او حاجه غريبه الدور بيطول شويه. خدي معاكي برضو الادويه بتاعتك، هتريحك كتير وهتساعدك على الطاعه كتير، وهتوفر معاكي وقت بدل ما تلفي في الصيدليات وتلفي هناك وكده. برضو هتوفر معاكي كتير في الوقت وفي الفلوس. الادويه مطهر معوي، حاجات للاسهال، حاجات كتير جدا، ادويه للتسلخات، مضاد حيوي، نوع مسكن، نوع خفيف ونوع تقيل. الحاجات دي كلها. الحذاء ضروري جدا، كل فيديو هقوله هاتيلك حذاء طبي يكون مريح في المشي، نوعه بلاستيك عشان يتحمل معاكي الوضوء ويتحمل معاكي الميه في دورات المياه اعزكم الله. فالحاجات دي كلها هتوفر معاكي طبعا ريالات، وهتوفر معاكي فلوس، وهتوفر معاكي وقت ومجهود. الهدايا اشتريها من بلدك لان بتبقى الاسعار واحده تقريبا. الحاجه الوحيده، وعايزه برضو نصيحه، هي ممكن ما يكونش يعني دي من كتر ما بتتبعت لي، الحنه بتاعت المدينه المنوره ما كنتيش هتشتريها من حد موثوق فيه. كل الاخوات اللي بعتولي واشتروها من المدينه واشتروا بكميات، اللي اشترى 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو اترمت في السله، اترمت حرفيا. فلازم تكوني حد يكون عارفاه كويس جدا جدا. اختبري الحنه وانت هناك، معاكي ازازه الميه اساسا كده كده انت ماشيه بيها، خدي حبه على كفه ايدك كده وبايديكي واعجنيها، شوفوها هتطلع لون ولا مش هتطلع لون. الاخوات بعتلي قالوا لي كميه الحنه اللي اترمت مننا او اللي احنا رميناها، طبعا بقينا زعلانين على فلوسها. فمن المدينه المنوره بالذات، فخدي بالك وانت بتشتري يعني كل الشكاوي اللي جات لي من المدينه، خدي بالك من المدينه المنوره من موضوع الحنه. اختبريها، خدي شويه كده، استاذني الست في حبه كده على كفه ايدك مش كتير وبنقطه ميه وحطيها. لو ايدك طبعت او صباعك لون يبقى هي كويسه، صباعك ملونش وهي كده ما ارتحتلهاش ما تشتريش، انت هتدفعي فلوس. ودوري على حد يكون موثوق فيه او حد يكون كويس، واخده بالك. انما الهدايا مش هتفرق الاسعار هنا زي اسعار هناك، بالعكس ده عشان فرق العمله فانت هتوفري. الناس اللي كانت بتقول لي يعني مين اغلى، مصر ولا هناك، صدقيني السعوديه فيها كل حاجه كتير حلوه واسعارهم جميله على فكره، وانا مبسوطه هناك ان الاسعار حلوه. ايه يعني اما اشتري جلابيه ولا اشتري خمار ولا اشتري بتاع ب25 ريال، يعني كانها ب25 جنيه عندنا. بس اللي عامل لنا كده فرق العمله، فرق العمله. يعني مش ان انت مش بمنعك ان انت تشتري، لو في امكانك ان انت تشتري من هناك اشتري. وفكره حلوه قوي قوي هقولها لاخواتي وحبايبي اللي هناك اللي طالعين، وانت طالعه كده في عز ظروفك الصعبه وظروفك ان انت بتلملمي، اعملي مبلغ للصدقه، دي صدقه جاريه على حياتك وعلى مماتك بعد عمر طويل ليك ان شاء الله. اعملي، عايزه تعملي سبح، عايزه تعملي مسبحه، اكل للحمام، كرسي متحرك على حسب ظروفك. الكرسي اللي هو بيتني وبيتفرد ده بتحط وقف للحرم وممنوع حد ياخده. ورقه الاذكار الصباح والمساء خليها هناك، كل الحاجات دي هتنفعك.